صباح الخير مرة أخرى مشاهدينا، وأهلا بكم في هذه الفقرة الأسبوعية الاقتصادية التي نتابع فيها أهم ما حدث في أسبوع من أخبار وأحداث اقتصادية، ونحاول أن نرصد ما سيحدث أو من الممكن أن يحدث في الأسبوع القادم أو الأسبوع الحالي بالتحديد. لو تحدثنا عن البورصة سنجد البورصة مؤشرها الرئيسي فقط هو اللي ارتفع على مدار أسبوع 7% ارتفاع، لكن مؤشراتها الأخرى EGX 70 و EGX 100 انخفاض ب9 و6 على التوالي. رأس المال السوقي انخفض ب 128 مليون جنيه في اسبوع. لدينا احصاءات هذا الاسبوع صدرت عن البنك المركزي، ارتفاع في الدين الخارجي بمقدار 4 مليار و400 مليون دولار، وصل حجم الدين الخارجي الى 38 مليار 800 مليون. ده من خلال في الفترة زاد 4.4 مليار دولار في الفترة من يونيو 2012 حتى ديسمبر 2012. لدينا أيضا تخفيض من صندوق النقد الدولي لتوقعات نمو الاقتصاد المصري هذا العام إلى 2%. كانت الحكومة تريد أو تتوقع 3.8 تقريبا في نمو في الاقتصاد هذا العام، واضح ان التوقعات هتقل. بس صندوق النقد الدولي يمكن الاخبار التي تواترت انها غادرت دون توقيع الاتفاق. هناك من يتحدث انه ما زال هناك وقت، وهذه تتحدث الحكومه عن ان هناك ما زال وقت، ولكن الاخبار تقول ان البعثه غادرت وانهت عملها بالفعل. نتحدث عن كل هذه الموضوعات مع ضيفنا في الاستوديو الاستاذ وائل عنبه خبير اسواق المال. صباح الخير يا وائل. صباح الخير، اهلا وسهلا. نبدا بايه؟ نبدأ بالسوق. السوق يمكن واضح جدا ارتفع هذا الأسبوع بشكل جيد، أو على الأقل ما كانش متوقع الارتفاع لكن ارتفع. لكن في النهاية أنا شايف إن هو التداولات قليلة جدا. رأس المال السوقي أيضا انخفض ولكن نسبته قليلة، وده كويس. لكن الجزء التفاؤلي داخل السوق خصوصا بعد فرض الضريبة من الواضح إن هو مبقاش موجود. راحتك إيه؟ رؤية عامة على السوق، احنا ده تاني اسبوع على التوالي صعود بعد 6 اسابيع هبوط، ولكن الاسبوع الماضي اللي قبل الماضي كان الصعود نسبته اعلى. الاسبوع ده كان الصعود نسبته قليلة جدا. البورصة بتعيش على المنشطات، كل شوية بيجي منشط ينشط التداول. كان الاسبوع اللي فات صفقة اوراسكوم تيليكوم، وكان قبلها صفقة سوسيتي جنرال. فاصبحت هذه الصفقات هي منشطات مؤقتة للتعامل وللتداول، بتسند المؤشر، بترفع التداولات ليوم ولا اتنين، ولكن الموقف العام ما زالت البورصة بتعاني من أزمة سيولة طاحنة. قيم التداول قليلة جدا. الخبطات اللي بتتلقاها البورصة السلبية المؤثرة كتير جدا. احنا عشنا حوالي شهرين كل اسبوع كان في خبر سيء يأثر في الاتجاه العام للمؤشر، ما بين تحفظ على اموال رجال اعمال، ما بين مشكله ضرائب مع اكبر الشركات المؤشر وزنا، ما بين فرض ضرائب اصلا على البورصه والتعاملات. فاصبحت البورصه بتعيش في الوقت الحالي على المنشطات. لغايه امتى؟ وهتستمر المنشطات دي قد ايه؟ طيب الخبر اللي هو لو صح هذا الخبر بالتحديد اللي هو مغادره بعثه صندوق النقد الدولي دون توقيع الاتفاق مع ضريبه البورصه اللي ما زالت بتاثر على التداولات، شايف حضرتك الاسبوع ده ممكن يبقى شكله ايه؟ يعني بص حضرتك، انا بتوقع الاسبوع ده يبقى فيه صعود لسبب ان قوه دفع الفلوس هي اللي ممكن تطلع السوق وليس الاخبار. بمعنى احنا الاسبوعين الماضيين دخل للبورصه حوالي 8 مليار جنيه، ما بين صفقه سوسيتي جنرال، وما بين كوبون البنك التجاري الدولي، ما بين كوبون شركه اوراسكوم للاعلام. هذه الحصيله ما بين 7 و8 مليار، وكوبونات اخرى تم صرفها. فهتطلع بقوه دفع الفلوس. ولكن زي ما بقول لحضرتك في النهايه النفس بقى ضعيف جدا. هل متوقع محفزات اكبر ان المستثمر اللي خسر فتره طويله خلال السنه ونص او السنتين اللي فاتوا، هل متوقع ان هو ياخد الكوبون ده ويبدا ضخه مره اخرى في السوق، ولا هيخليه خارج السوق حتى تظهر الرؤيه او تبان الرؤيه؟ ما زال المستثمرين عندهم امل انهم يعوضوا خسائرهم، والامل ده اللي مخليهم بيتداولوا، والامل ده برضو اللي بيخليهم بيعيدوا ضخ اموال سواء بقى كوبونات او كده. الدور الاكبر للمؤسسات، لان هي المؤسسات هي اللي خدت هذه الحصيله ما بين سوستي والكوبون التجاري الدولي. اعتقد دي اللي بيستحوذوا عليه مؤسسات، فيمكن هي المؤسسات اللي كان لها دور الاسبوع اللي فات واللي قبليه في ان هي تعيد ضخ جزء من الحصيله اللي جات لها. ولكن في النهايه البورصه بتعيش ازمه كبيره جدا، محتاجه الجو العام بقى نفسه يتحسن.
انت حضرتك بتتكلم على موضوع القروض وموضوع المفاوضات مع صندوق النقد. الجو العام ما زال غامض، ده اللي مخلي التداولات ضعيفه. يعني احنا الصوره اللي على الشاشه دلوقتي صوره تداولات البورصه، ولكن في صور كتير تواترت على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ان السماسره او البروكرز داخل السوق، السماسره اللي موجودين في الشادول كانوا تقريبا بيلعبوا جيمز الاسبوع اللي فات على ما فيش تداولات داخل البورصه، وبالتالي هو بيسال واضحه جدا وصريحه بس هي كانت معبره جدا. لكن هنا واحنا بننتقل لجزء في الاقتصاد الخاص بالقروض، احنا عندنا المفروض ان احنا عندنا قرض او شراء سندات من الحكومه القطريه 3 مليار دولار. عندنا وديعه ليبيه وصلت بالفعل واعلن عنها دكتور هشام رامز انها وصلت بالفعل. بالاضافه الى كمان ان احنا عندنا 38.8 مليار دولار الدين الخارجي زاد. يعني احنا كده بنقول ان احنا ده الارقام دي لغايه ديسمبر. يعني في مارس هنزود عليهم 5 الزياده اللي جت. بالاضافه احنا حتى لو خدنا القرض هنحط ال 4.8 على الخمسه بقوا 9.8. الحزمه الدوليه اللي احنا بنسعى ليها او الاعتماد الدولي الخاص بالقرض، هو القرض في رقمه مش مهم قوي، لكن المهم الاعتماد الدولي حوالي 13.5. يعني احنا بنعدي رقم كبير جدا فوق ال 60 مليار جنيه ممكن في خلال السنه. مليار دولار خلال هذه السنه. شايف حضرتك ان كم القروض الكبير ده ممكن يعمل في الاقتصاد ايه؟ خصوصا ان احنا ما بقناش منتجين، عجله الاقتصاد مش ماشيه. خطوره القروض دي في كيفيه سدادها، فلا بد ان يبقى في برنامج واضح لاستخدامات هذه القروض. احنا دلوقتي عندنا ازمه كبيره جدا بنبص ان احنا نحلها، بس مش عايزين الحل يبقى مؤقت، يعني ان انا عايشني النهارده وبكره اتصرف بقى. ف لازم يبقى في خطه واضحه لاستخدامات هذه القروض وكيفيه سدادها وكيفيه خدمه هذا الدين. احنا عايزين نشوف بس كارقام، احنا كان قبل الثوره ديوننا حوالي 33 مليار دولار الخارجيه. النهارده احنا بنتكلم في 38.8، هنضيف ليهم في شهر مارس في شهر ابريل في ال3 اشهر 3 شهور هنضيف لهم حوالي 10 مليار دولار، يعني هنبقى 48.8، يعني نمو 50%. ولو حصل الحزمه الدوليه هيبقى نمو 100%. ده خطر جدا في حاجه كيفيه استخدامات هذه القروض وكيفيه سدادها. طب صندوق النقد الدولي بيتهم الحكومه المصريه انها تاخد القرض او تسعى للقرض ليس فقط لانعاش الاقتصاد ولكن لسداد المرتبات، يعني او سداد عجز الموازنه. دي الخطوره حضرتك. شايف حضرتك ان الكلام ده ممكن على اساس الميزانيه بتاع الدوله او الموازنه الجديده ممكن يبقى صحيح؟ طبعا انت عندك عجز موازنه 200 مليار جنيه، هتعالجه ازاي؟ انت بتعالجه اهو بالقروض والمنح. فاذا برضه دي وجهه نظر انك انت هتاخد مني قرض مش هتستخدمه في حاجه ترجعه لي، ده انت هتستخدمه في انفاق، سواء اجور او مرتبات او انفاق في انفاق استهلاكي. لا، احنا عايزين القروض دي تبقى انفاق استثماري، يبقى في خطه واضحه لاستخداماتها، على الاقل نبقى احنا كمان كمواطنين عارفين ان بعد 5 سنين هنسدد منين، يعني الحصيله اللي هتيجي تسد هذه القروض، لان استحقاقاتها كلها من 3 سنين ل8 سنين، يعني في